اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. برحب بالناس اللي اول مرة تدخل قناتي واللي اول مرة يشوفني يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي الجديدة. برحب بيكم وبشكركم جدا. النهارده بقى قعدت افكر هناكل ايه فجت في دماغي كده اكلة بسيطة كده، هي مش بسيطة يعني، حلوة يعني. قلت هعمل لهم مكرونة باللحمة المفرومة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا وفاء علي وبقدم فيديوهات واكلات اقتصادية وفيديوهات روتينات واكلات. برحب بيكم ويا رب تكون خفيفة على قلوبكم يا رب العالمين. الاول كده حطيت حلة مية على النار، حلة مية ديت للمكرونة عشان اسلق فيها ايه مكرونة. تمام. وبعد كده طلعت الطماطم من الفريزر عشان انا كنت مفرزاها في الفريزر يعني، فجيت مطلعها كيس طماطم من الفريزر عشان سايباه يفك بقى. تمام. وبعد كده هنقطع بقى كميه البصل دي ونقعد نعيط شويه مع بعض، وبعدين هنقطع كميه الفلفل دي برده عشان ايه اللحمه المفرومه. تمام. واللي بيحب طبعا الفلفل اللحمه المفرومه سبايسي يحط قرن حامي كده. نجيب كيس كده نحط عشان نحط فيه القشر بتاع البصل والقشر بتاع الفلفل. هنقطع الفلفل الاول عشان ما نعيط مع بعض. نعم يا رحمة. ايه؟ تقفلي النور ده. أكلة سهلة يا جماعة، والله أكلة سهلة جدا ويعتبر أكلة سريعة يعني مفيهاش أي افتكاسات يعني. أكلة سريعة، هنعصج لحمة مفرومة وهنسلق المكرونة والصلصة بتاع المكرونة، فأكلة يعني ايه يعتبر سهلة. هي يعتبر مش اقتصادية أوي يعني عشان اللحمة المفرومة، بس اللحمة المفرومة دلوقتي أرخص من الفراخ وأرخص من اللحمة. تمام. والجماعة المبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويا ريت تدعمونا بلايك بقى كده، لايك حلو زي بنشيل بقى الحته اللي هي البيضه دي بنشيلها عشان نرفع من المرق في الاكل. دي كده بنشيلها كده هي في ناس بتنقيه بس انا ما اعرفش، بيقولوا الثلاثه دول بيبقوا تقريبا انثى والاربعه بتبقى ذكر، حاجه زي كده يعني. خلصت الفلفل الاخضر اهوت فومي. تمام. وبعدين ده انا مطلعه مفرز متلج يا جماعه والله، متلج. كانوا بيسيبوا حتت كبيره كده عشان العيال الصغيره رحمه ومالك طبعا ما بيحبوش الحراق، فايه لو قابلتهم حته بيشيلوها كده يعني. تمام. بس هي بتدي طعم الصراحه حلو قوي للحمه المفرومه. تمام. دلوقتي بقى هنروح نعيط مع البصل شويه نقشره. تمام. في ناس يعني تقول انت بتقشري البصل حطي بقى ميه في بقك يعني كده ايه مش هتعيطي، بس انا جربت والله يا جماعه كله عيطت برضه في الاخر للاسف. جربت اللبان، قالوا اللبان حطي لبان، قالوا حطي معلقه ميه، في ناس قالت معلقه. هنعمل الطبق والله. انتوا لو تعرفوا عيالي بره وجوزي بيتفرجوا على ايه، بيتفرجوا على الغرباوي. فاكرين الغرباوي مسلسل العصيان؟ ايوه محمود ياسين فنان محترم طبعا. بس طبعا الناس اللي قشرتها اغسلها بس كده.
ازاي كده نجيب الفول اللي كان هنبدأ بقى نخرط. تعيطوش معايا بس كتير عشان بتنيها ماسكة البصلاية لحد ما تخلص، لحد ما البصلاية تخلص بتكون ماسكة. الكبة بتاعتي بعد شوية كان زماني خلصت والله. سقطت المكرونة دي تقريبا بس اول ما نسقتها كمية البصل يا جماعة. وعيط مش عايزاكم تعيطوا معايا، بس انا خلصت الكمية كلها هي تمام، خلصت كمية الفلفل كلها، روق الدنيا دي كده. وبعدين بدأت تخش في السوا تمام. لو الكبة بتاعتي بقى شغالة كان زمان والله خلصت من الأكل، بس الكبة بعافية شوية ايه وديناها تتصلح. يكبر شوية وبعدين نحط الزيت بتاع الطماطم بتاع الصلصة خلاص كده كده. حاجة معلقة ونص فلفل اهي، استحمل البوتاجاز، محبش اطبخ على عندي ابدا، كان بعيد على ايديا كده. قشطة الطريقة كده نقلبها مثلا جنب نجيب بس هنا ونحط الفلفل هنا. بص بقى لما طلعتها فك كده مبقاش فيها اي حاجة اي حاجة.
بهارات لحمه. البصل والكمون صلصة السبت كده انا خلصت المكرونة. طلعت المكرونة على فكرة، كنت عايزة اوريها لكم ثانية واحدة. والمكرونة برضه خلصتها. بصوا جميل. كده يبقى انا كده الصلصة برضه استوت كده سبتها كده خلاص. ما فضلناش غير ايه، احنا بقى ايه نلخبط ده كله على بعض كده. يا حبايب قلبي نكون خلصنا اكل النهارده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده. احلى اكله مكرونه باللحمه المفرومه، حاجه بسيطه مش يعتبر مش مكلفه قوي، واللحمه المفرومه كمان بترمي معانا كميه كبيره. وصلصه ممكن تعملي جنبها صلصه بيضه، هبقى برضو اعملها لكم مره في فيديو تاني ان شاء الله. اشكركم على حسن المتابعه، ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.